يا أهلا، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 15 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. تعود في وسط زعله تاخده رجليه وينزل يمشي، مش عارف رايح فين. الوقت متأخر، الدنيا ساكتة، المحلات قافلة. بيتملكوا شعور غريب انه عايز يفضل ماشي ماشي وبس، كأنه عربية حملها تقيل بتحاول تجري بأسرع ما فيها. يمكن الهوا يطير حمولتها وتخف. أنا بجري مني وبجري ورايا، أنا بجري من حاجات قديمة جوايا. وهو معدي جنب فاترين المحلات المقفولة بيلمح خياله في الإزاز ماشي جنبه. بجري ومش شايف بكرة وعيني في قفايا. في الأول بيتجاهله، يختفي مع الضلمة ويرجع يظهر من تاني تحت عواميد النور وإضاءة الشارع. وفي لحظة وبلا أي مقدمات قرر يقف. تأمل وشه في إزاز محل مهجور من سنين، كأنه أول مرة يشوف نفسه من زمان. أنا بجري والسنين بتجري معايا. معاه المغطى كتير منها التراب المتراكم على الإزاز، وفي النص معدي خط كبير قاسم وشه نصين. اتضح له بعد تركيز منه إنه شرخ واضح في الإزاز القديم. عينه جت في عين نفسه، شاف في لحظة كل تعب، كل كسرة قلب عميقة جواه مخفية عن الناس، كل لحظة ما أنصفتوش فيها الحياة. وبدل ما يبكي رسم على وشه ضحكة عريضة. سأل الشخص اللي هو شايفه في المراية على أمل إنه يلاقي عنده إجابة اتأخرت عليه لسنين. هو ليه كل ده بيحصل لي أنا؟ ليه الدنيا سايبة الناس دي كلها وماسكة في رقبتي؟ ليه بتأذي وأنا عمري ما أذيت؟ ليه بتعب ومفيش النتيجة اللي دايما بستناها؟ ليه بعمل كل اللي عليا ومع ذلك أحلامي متأخرة؟ ليه اللي بيجرح وبيخون وبينافق وبيأذي حياته أسهل ويمكن ماشي يحقق كل اللي بيتمناه؟ رفع عينه اللي بدأت تلمع بالدموع مع أضواء الشارع وبص للسما وسأل ربنا، هو ده العدل يعني؟ كم مرة بصيت حواليك وحسيت إن كفة الحياة ما كانتش بتميل لصالحك؟ كم مرة تردد السؤال ده جواك، هل الحياة عادلة؟ بعترف لك يا صديقي إني فكرت كتير في معنى الكلمة التقيلة دي، العدل. وسألت إيه اللي ممكن يخلينا نتوقع العدالة في عالم زي ده؟ بيقول أرسطو العدالة هي إعطاء كل شخص ما يستحقه بما يتماشى مع غايته. لكن يا صديقي أنا وإنت عارفين إن كتير الحياة بتعامل ناس بلطف أحيانا وتقسى على ناس تانية في أوقات كتير. بيقول الكاتب والمذيع الأمريكي دينيس ويلي إنك تتوقع من العالم إنه يعاملك بعدالة لأنك شخص طيب هو نفسه إنك تتوقع من الطور ما يهجمش عليك لأنك شخص نباتي.
كتير أنا وإنت صديقي بنعيش الحياة بنفس مبدأ الموظف المثالي، وكتير برضو كنا بنكتشف إن جوائز الحياة ممكن تروح للي ما يستحقهاش من وجهة نظرنا. أمر غريب مش كده؟ لكن الأهم من صدمتك وإنت بتعمل كل اللي عليك في الحياة وبكل نيتك السليمة وقلبك الأبيض، هو الشعور الخفي بإن في ميزان مختل في الحياة دي. مليت الفرجة على الدنيا اللي قال عنها يوسف بيك وهبي ما هي إلا مسرح كبير على خشبته فيه آلاف القصص، بعضها بينتهي بسعادة عمر أصحابها ما انتظروها، وبعضها بينتهي بمأساة ما يستحقهاش أبطالها. الحياة صديقي أشبه بميزان متعلق في الهوا، بتميل كفته مش حسب قانون معروف، لكن حسب قدر أو لحظة غير محسوبة أو ظرف مش متوقع أو صدفة عابرة تغير مجرى الحياة. لوهلة ممكن تشعر إن الكون نفسه مش معني خالص باللي بنشوفه إحنا عدل أو ظلم، ورياح حياتك مش هتهتم أي قارب في بحرك هتقلبه. وبنفس المنطق برضو انت ما تعرفش مطر الخير في حياتك لما ينزل هيروي لك أنهي أرض. هكذا تسير الحياة زي ما بيقولوا. كنت زمان أنا هو الشخص نفسه اللي بيسأل ليه أنا، وليه ده بيحصل لي دلوقتي؟ أسئلة بتتردد جوايا كل ما واجهتني خيبة أو لحظة فشل أو خذلان أو خدت مطب من مطبات الحياة، وكنت دايما اتهم ميزان الحياة الخربان، وطول الوقت حاسس إن السيستم اللي الحياة ماشية بيه مخترق. لكن لما مشيت شوية في العمر لقيت نفسي بطبق جملة قريتها في رواية شهيرة زمان اسمها ذا كايت رانر أو عداء الطائرة الورقية. بيتقال البطل فيها على لسان أحد شخصيات الرواية There is a way to be good again. في فرصة دايما إننا نبقى كويسين. الرواية في الأصل بتحكي عن ولد اسمه أمير عاش طول حياته بيطارد لحظة عدل واحدة، خان أعز صحابه، ومن ساعتها فضل شايل ذنبه على كتفه لحد ما كبر وفهم إن العدالة ساعات ما بتجيش من بره، لكن من قرار جواك إنك تصلح بنفسك اللي اتكسر. عمرك سألت نفسك إن كانت الحياة عادلة من حيث اللي بيحصل فيها ولا من حيث اللي المفروض يحصل فيها؟ فرق كبير يا صديقي، لأن واقع الحياة شيء ومفهوم العدالة شيء آخر. الحياة اللي بنعيشها مش لازم تكون عادلة بالضرورة. في مننا بشر بيتولدوا في فقر أو غنى، منهم اللي بيتعلموا، منهم اللي بيعيشوا في جهل، منهم اللي بيتولدوا في أماكن آمنة، وفي منهم اللي بيتولدوا في مناطق حرب، وكله مش باختيارهم. البعض في الحياة بيتكافئ على أشياء عمره ما كان بيسعى لها، وناس تانية بيتعاقبوا على ذنوب ما ارتكبوهاش. لو حكمنا على العدالة من واقع الأحداث فقط هتصيبنا خيبة أمل. في أحد المحاضرات الشهيرة عن فلسفة العدالة الموجودة على الإنترنت، كورس بعنوان Justice أو العدالة، بيقدمه بروفيسور كبير في واحدة من أعظم جامعات العالم هارفارد اسمه مايكل ساندل، وكان بيقول إن العدل في الحياة والنجاح مش دايما مبنيين بس على الجهد. قدرك في الحياة والبيئة اللي اتولدت فيها هما كمان عليهم عوامل، وبالتالي فكرة العدالة معقدة أكتر مما إحنا فاكرين. وكان طول المحاضرة أو الكورس اللي مدته كانت أكتر من 10 ساعات بيرجع ساندل لسؤال واحد كبير: What is the right thing to do؟ إيه أصح شيء ممكن نعمله؟
وضرب مثال يوضح لك إن فكرة العدالة والصح والغلط مش سهلين كده في الحياة، من خلال معضلة شهيرة اسمها ترولي بروبلم. تخيل قدامك قطر وانت اللي سايقه، وفجأة ظهر قدامك 5 أشخاص. حسبت سرعتك على المسافة اللي باقية، لقيت إنك في كل الحالات بتسرق. وانت بتقرب منهم ظهرت قدامك سكة تانية، تحويلة. لو حولت القطر عليها هتدوس شخص واحد فقط. وهنا بيسأل ساندل ايه الصح اللي المفروض نعمله. فهل لو قررت انك تحول القطر على السكة اللي فيها شخص واحد، فهل كده انت حققت العدالة بانك انقذت 5؟ ولا ظلمت الشخص اللي انت ضحيت بيه بلا اي ذنب؟ بالمناسبة اغلب طلبة الكورس يختاروا يضحوا بال5 عشان بس يتجنبوا احساسهم بالذنب الناتج عن اختيارهم. المعضلة دي بتوريك ان حتى مفهوم العدل نفسه بيتغير حسب النية او النتائج. وعرض مايكل ساندل في الكورس مفهوم العدالة من وجهة نظر اغلب المدارس الفلسفية المشهورة. فتلاقي جيرمي بانتام بيقولك الحياة تكون عادلة لما ننتج أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس. وتلاقي كانت بيرد ويقولك لأ، العدل عمره ما بيتقاس بالنتائج، بل باحترام الإنسان كغاية مش كوسيلة. فيرجع أرسطو ويسأل إيه هو الهدف اللي اتخلق الإنسان عشانه؟ والعدل إنك تتكافئ على أدائك في الهدف اللي انت جيت من أجله، مش على حظك في الحياة. لما طالت بيا الأيام وأنا بسأل نفسي السؤال بتاع هل الحياة عادلة وإيه هو مصير الطيبين فيها، ولما تقلت روحي بيه لفترة طويلة من حياتي، فهمت بعدها شيء عميق. ربما الحياة ما اتخلقتش عشان تكون عادلة. العدل مفهوم بشري اخترعه الإنسان عشان يحاول يخلق نظام في عالم بتعم فيه الفوضى، ويدور على الإنصاف في حياة غير منصفة لينا بالمرة. لما تقبلت الحقائق دي، وده مش أمر سهل يا صديقي أنا عارف، بدأت أشوف الصورة من زاوية مختلفة. بطلت أطلب من الحياة عدل مطلق ولا إنها تكون منصفة ليا في كل موقف، وبقيت بحاول أخلق لنفسي نوع بسيط من العدل والإنصاف في يومي. لو طبطبت على نفسي بنوع من الرحمة بعتبرها لحظة إنصاف ليا. لو قدرت أنصف إنسان مظلوم بعتبرها لحظة عدل. لما بقف مع صديق ليا في محنته بشعر إنها لحظة عدالة من الحياة جات له عن طريقي. إننا نطالب الحياة تكون عادلة معانا شيء، وإننا نحاول نكون منصفين ونمارس العدل في حياتنا مع بعض شيء تاني خالص. ولما بطلت أسأل ليه كل ده بيحصل لي أنا، بدأت أعيش بسلام أكبر مع ما هو كائن في حياتي، مش مع الحياة المثالية اللي بتمنى أكون عايش فيها. مفيش يوتوبيا في العالم ده يا صديقي. في 2001 أنتجت نتفليكس مسلسل مبني على مذكرات واقعية للكاتبة ستيفاني لاند، بتحكي فيه رحلة أليكس، أم شابة بتهرب من علاقة مؤذية وبتكافح عشان تعيش وتربي بنتها. وبتواجه البيروقراطية والفقر والظلم وعدم الإنصاف وقلة الدعم، وبتبدأ تشتغل كميد في تنظيف البيوت زي ما هو اسم المسلسل. وبتستنتج من قصة أليكس في المسلسل
إن انعدام الخيارات يا صديقي مش دايما ضعف. مش كل حد بيعيش ظروف صعبة لازم يكون اختارها أو له يد فيها، وإن الإنسان ممكن يحاسب في حياته على فواتير أخطاء ناس تانية. ومن دروس حياتي اللي اتعلمتها بالغالي هي إن الابتلاء مش دايما دليل ظلم من الحياة، لكن جزء من حكمة عليا ممكن ما تفهمهاش دلوقتي. وإن الحكمة في الحياة مش في غياب الألم قد ما هي في القدرة على تحمله وعلى الخروج منه أكتر إنسانية وتقبل لطبيعة الحياة. وإن التسليم لحكمة ربنا الغير معلومة نوع من أنواع الإيمان، ده هو أقوى أنواع الإيمان. كأنك بترمي نفسك بين إيدين ربك وتقول أنا عملت كل اللي عليا والباقي عندك. في الفلسفة البوذية الحياة بتتعرف على إنها هي المعاناة، والطريق للتحرر فيها بيبدأ من تقبل الواقع بتاعها. صدقني سر الحياة صديقي مش في عدلها، لكن في شجاعتنا إننا نخلق فيها لحظات إنصاف صغيرة لروحنا وللي حوالينا. أنا مقتنع إننا ممكن في الحياة نحاسب على فواتير ناس تانية ونشترك في دفع أخطاء ناس تانيين وإحنا ملناش ذنب، والتمن أحيانا بيكون كبير، وفي ناس قدرها بيخليها تسدد في التمن ده سنين. لكن بعد تعمق في الحكاية دي وصلت لأنها ده جزء من لعبة الحياة اللي مش هنعرف نعيشها من غير ما نوافق على كل شروطها وقوانينها، حتى لو شفناها غير عادلة. لكن صدقني ربنا مسيره هيميل لك كفة العدل وتاخد حقك اللي سددته بلا أي ذنب، وده يقين يا صديقي. ولو الحياة مش عادلة صدقني ممكن إحنا نكون العدل لناس تانية، لما ما نخونش ثقة حد، لما ما نغزلش حد تعشم فينا خير، إننا ندي اللي قدامنا اللي نحب ناخده منه. في قصة على لسان أحد الأطباء كان بيشتغل في أحد مناطق الحروب، شاف بعينه أطفال بتموت بلا ذنب، وكان بيحكي إنه في البداية كان بيسأل ربنا فين العدل في مشهد زي ده، وقال بعد كده على لسانه أدركت إني أنا العدل في اللحظة دي. لو عالجت طفل، لو أنقذت شخص، لو دويت جرح، فأنا أضفت شيء من العدل في العالم القاسي ده. فاشرب قهوتك يا صديقي وطبطب على قلبك. جايز الطيبين مش دايما بيملكوا حيلة ينصفوا بيها روحهم في الحياة، لكن ربنا عنده مليون طريقة وطريقة ينصفهم بيها.